هو ازاي اغنية انكزايتي فجأة بقت ترند كده؟ Somebody's watching me, it's my anxiety. ايه القصة اللي ورا الاغنية دي؟ الموضوع ابتدى ان انا كنت سايق العربية وبعدين سمعت مزيكة اغنية، قلت بس دي اغنية somebody that I used to know اللي انا بحب اسمعها. بس فجأة لقيت الراب دخل وطلعت اغنية انكزايتي اللي بقت ترند مؤخرا على تيك توك. قلت لازم افهم ايه الحكاية. المغنية دويتشي كانت لسه في بداياتها سنة 2019، بتعمل راب في اوضتها وتنزله على التيك توك. وواحدة من الأغاني اللي عملتها وقتها كانت انكزايتي، ونظرا لمحدودية مواردها وقتها استخدمت موسيقى أغنية جوتيه الشهيرة Somebody That I Used To Know. أغنية انكزايتي دي لما هي نزلتها وقتها على التيك توك واليوتيوب ما اتشهرتش لحد لما رابر تاني اسمه سليبي هولو على طريقة أمير عيد وكايروكي كده لما أخدوا أغنية كان لك معايا بتاعت أم كلثوم وحطوه في أغنيتهم، فسليبي هولو قرر ياخد التراك بتاع دوتشي بتاع انكزايتي ويعمل Look, عليه she got me أغنية tripping. جديدة Fighting with my من demons in سنة. my التراك بتاع سليبي هولو ده اتسمع جامد والناس تقريبا عجبها قوي التراك اللي كان موجود جوه أغنية سليبي هولو بتاع انكزايتي، فالناس بدأت تدور عليه ولقوا إن الصوت اللي سمعوه في التراك ده هو دويتشي، المغنية اللي بقت معروفة دلوقتي حاليا لدرجة إنها أخدت الجرامي أحسن ألبوم في 2025. فبالتالي الجمهور قرر إنه يطلع الأغنية دي للنور تاني وفعلا بقت ترند على تيك توك ومعاها حتى رقصة لمسلسل ويل سميث الجديد. والنتيجة الأغنية خلاص نزلت وبقت سنجل رسمي وحققت أعلى أرقام لدويتشي على بيلبورد هوت 100. ايه الدرس بقى اللي نستفيده من قصة زي كده؟ ان اللي بتعمله النهاردة ممكن يبقى هو الترند بتاع بكرة. ازرع بإيمان حتى لو محدش شايفك دلوقتي. لو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك وشير وفولو. باي.